زلابية عراقية، طعم يوديك عالم ثاني، تبج. متعود كل رمضان اسوي لكم اطيب زلابية عراقية على طريقتي الخاصة، واحلى شيء بتطبيق طلبات بعد ابد ما احير بالمكونات، كل مكونات الوصفة راح اطلبها من تطبيق طلبات، وادخل على طلبات مارت، وهناك راح كل شيء تحتاجونه مسواق للبيت تقدرون تطلبوه بدون ما تتعبون نفسكم وتروحون للماركت. خضروات كلها فريش تجيكم، وهنا عندكم اللحوم والخبز، كل المسواق اللي تحتاجون للبيت بعد ابد ما تحيرون من تستخدمون تطبيق طلبات. ويا طلبات بعد ابد ما احير بالمكونات: ملعقة خميرة معجنات، ملعقة شكر، نصف كوب طحين، قلاص ونص مي دافي. بسم الله. خلطة معدلة. نغطي الكاسة مالتنا ونعوفها لمدة نص ساعة. ورا مرور نص ساعة راح تشوفوها منفوخة بهذا الشكل وكلها فقاعات مختمرة. نقول بسم الله، نحركها شوية، قلاص نشا قلاص طحين، بسم الله، ونخلط بسم الله. وهذا القوام المطلوب. هسه نغطيها ونعوفها ربع ساعة. وهسه ورا مرور ربع ساعة نفتح العجينة مالتنا، نفرغها من الهواء الشكل. وهنا عجينة الزلابية جاهزة عندنا. بطل مال مي فارغ نثقبه بهذا الشكل القبق، نضيف العجينة بهذا الشكل، ولا تعبون البطل كله لأنه تختمر بعد أكثر. وهنا عجينة الزلابية جاهزة عندنا. هسه نحمينا طاوة بيها زيت ونبلش بيها. هذا اللون المطلوب، لا تخلوها تستوي أكثر. خذ الزلابية رأسا على الشيرة اللي دائما نسويها، تلقوها بالصفحة، لازم تسووها تفوتكم. بسم الله ما شاء الله، أطيب زلابية راح تسووها شهر رمضان. الزلابية جاهزة عندنا، بس شوفوا لي الجمال والريحة اللي صارت بالبيت، تبج.